السلام عليكم أصدقائي المتابعين، وياكم ماجني. أول شيء حاب أعتذر عن القطعة الطويلة اللي تقريبا طولت أكثر من 15 يوم، بس قطعتي ما كانت من فراغ، لا وإنما كنت أمر في فترة نقدر نقول مو زينة وهمين أفكار شبه معدومة، لكن الحمد لله رجعنا وراح نرجع نلتزم وإن شاء الله كل 4 أيام أو كل 5 أيام فيديو جديد. لكن بعد هاي الغيبة الطويلة شنو جاي أحكي اليوم؟ بالفترة اللي فاتت اللي ما كنت أنزل بيها فيديوهات تابعت أنمي يمكن أنا آخر شخص يتابعه اللي هو أنمي جوجوتسو كايزن. طبعا ورا ما خلصته تقريبا ب4 أيام أو 5 كان عندي هذا الحماس وكنت بس اريد اسوي فيديو، لكن قلت خل اهدأ وبعدين افكر في فيديو جديد من هذا الانمي. فانا اتابع الانمي تحديدا بالموسم الثاني، تحديدا باول 5 حلقات لفت انتباهي شخصيه جيتو، شلون شخص يعتبر الحامي للبشر وكذلك يعتبر الاقوى هو وصديقه جوجو يتحول من اقصى اليمين الى اقصى الشمال. شنو اللي خلى هالانسان يعتنق فكره ان البشر العاديين ما يستاهلون الحياه؟ وهذا سؤال هذا الفيديو مثل ما مبين بالعنوان، واليوم راح نسولف عنه ونفصصه الى 4 اجزاء. فبدون ما اطول اكثر عليكم لا تنسى اللايك والاشتراك، وضروري تشاركنا رأيك بهذا الفيديو أو تحديدا على سؤال هل جيتو كان على حق، وطبعا ورا ما تسمع باقي القصة. فبدون ما أطول أكثر حضر لك استكان شاي ويلا نسولف. لما نرجع لبداية جيتو ما راح نشوف أن هو كان شخص شرير أو مجنون، لا بالعكس، كان واحد من أذكى وأهدأ، وكذلك هو وصديقه كانوا الأقوى. وين الأقوى؟ الأقوى بعالم السحرة كله أو بعالم الجوجيتسو. كانوا ذول الاثنين يوكلونهم كل المهمات الصعبة وباقي التيم يطولهم مهمات جانبية. وبهذا الفيديو أنا ما علي بباقي التيم وكذلك بجوجو، على الرغم أنه راح أذكره شوية، علي بجيتو بس. جيتو كان يشوف نفسه بالبداية أن هو شخص مسؤول عن حماية الناس اللي أضعف منه، أو بمعنى ثاني الناس العاديين، وكان يشوف بأن قوته وواجباته هو ثمن لازم يتحمله بسبيل حماية الناس الأضعف. لكن ويا مرور الوقت وضغط الشغل وتكرار المهمات اللي بيها دم وبيها خسائر كذلك، بدأت تنشأ عند جيتو بذرة سؤال مرعب راح تتحول بعدين إلى فكرة راح يمشي عليها طول حياته. سؤال هو احنا ليش جاي نحارب أصلا؟ ليش الناس العاديين اللي جاي نحميهم ونضحي بحياتنا تجاههم ما جاي يفهمون قساوة اللي جاي نعيشه؟ وهالشرارة بدأ ينصب عليها بنزين شوي شوي، تحديدا من حدث معين صار بعدين واللي كلكم تعرفونه، واللي هي مهمة حماية ريكو أماناي. أتمنى قلت اسمها صح. هو فعليا جيتو كان يفكر بهذا الشيء قبل هالحدث، لكن هالحدث يعتبر نقطة الانطلاق أو نقطة الشرارة اللي بدت كل شيء بعدها. جيتو شاف بأن الناس اللي جاي يحميهم عن طريق حماية ريكو اللي هي راح تحميهم بسبب أن هي راح تندمج ويا ذاك شو اسمه تنجن، وعرف بأن استقرار تنجن كلش مهم بعالم جوجوتسو كايزن، لكن مو هذا موضوعي عن جيتو. لكن المهم بأن جيتو شاف الناس اللي جاي يحميهم ما جاي يقدرون حياة ريكو ولا حتى اهتموا لموتهم، والبعض منهم أصلا احتفلوا من شافوها ميتة. وبنظرة مليانة غضب وكذلك صدمة حس بأن العالم كله مبني على الظلم، الساحر يتعذب والإنسان العادي يعيش بأمان، ما يدري شنو الثمن اللي جاي يندفع على المود يعيش بهذا الأمان. فهنا تبدي قناعات جيتو بالانفجار، وبدأ يسأل نفسه أسئلة هواي، منهن أن ليش أنا أتحمل كل هذا، وكذلك سأل نفسه ليش إحنا اللي جاي نخسر، وقصده هنا بإحنا هم المشعوذين أو السحرة أو مستعملين الجوجيتسو. ليش أنا جاي أفقد بشكل مستمر أصدقائي بسبب ناس ما يستاهلون الحياة ولا يدرون عن اللي جاي نبذله بس عمود نخليهم يعيشون بأمان. ليش أضحي بنفسي وبأصدقائي بسبيل ناس ما يعرفون شنو اللعنة أصلا، ما يعرفون اللعنة وهم أصلا مسببين لهاي اللعنات. وببطء تتحول أسئلته إلى كره، ومن كره إلى غضب، ومن غضب إلى فكرة تقول بأن البشر العاديين هم سبب اللعنات، إذا اختفوا ببساطة راح تختفي اللعنات. وعلى الرغم من أن الفكرة كلش قاسية، إلا أن جيتو كان يشوف بأن هي منطقية وهي الصح وهي فكرة علمية أو عملية، وكانت هالفكرة مرتبطة بملاحظة واقعية كلش، بأن اللعنات تجي بالبشر والدمار يجي كذلك بسببهم. وهنا وبدون ما يحس تحول من ساحر مهمته يحمي البشر والناس الأضعف من عنده إلى رجل يشوف بأن البشرية هم عبء لازم يشيلهم عن ظهر العالم. طبعا ما ادري ليش قررت بان اغير اللي كنت لابسها، ما ادري. وكذلك هم لازم اشرب شاي واحكي عن هذا الموضوع. لو نجي نحكم على منطق جيتو من بعيد راح نشوف بيه هواي ثغرات، لكن مع ذلك هو يحمل أساس نقدر نقول عنه إن هو شوية واقعي مبني على مشاعر انفجرت، لأن نظريا نعم اللعنات تنولد من البشر، ونعم السحرة يعيشون حياة قاسية بسبب طاقة هي مو من اختيارهم. بعض العشائر من السحرة ممكن تنبذ ابنهم أو بنتهم إذا كان ما عنده طاقة ملعونة، مثل ما صار ويا توجي اللي جاية بعدين، وكذلك ماكي اللي ما راح أسولف عنها بهذا الفيديو. لكن المهم بأن خطته اللي هي القضاء على البشر العاديين
العاديين راح تصير بشكل تلقائي إلى خطة إبادة جماعية. خطة باختصار تخلي الساحر يعيش والباقي يتوكل بالله. وفلسفيا هنا جيتو كان يجاوب على سؤال واحد، وهو منو يستحق الحياة، وبالنسبة له كان الجواب الساحر وبس، لأنه يشوف بأن السحرة هم بالقمة بهذا العالم والبشر أدنى من عندهم وهم أكثر تطور وأكثر تحضر من البشر العاديين. لكن السؤال الأكبر واللي راح يدخلنا بصراع أخلاقي واللي هو هل القوة تمنحك حق تقرير منو يعيش ومنو يموت؟ هل الألم اللي مريت به ينطيك الحق بأن تفرض عدالة ما موجودة بس براسك؟ والمشكلة بأن جيتو ما كان يفكر بالعدالة كخير عام، بل كان يفكر بالعدل كتعويض للألم اللي بداخله، وهو كان مؤمن بأن اللي جاي يسويه بصالح العالم. بس بنفس الوقت جيتو كان يشرد من مرارته ومن الهزيمة اللي صارت له واللي جايها بعدين، وكذلك من خيبة الأمل وضعفه قدام موت أصدقاء السحرة. وهنا يجي أكبر تناقض عند جيتو، بأن هو يريد عالم بدون ألم، بس الطريق اللي راح يقود به هذا العالم بأن يكون بدون ألم مليان جرائم ودم وألم وكل شيء. باختصار كل شيء يريد يسويه هو عن طريق كل شيء هو ضده، وهذا اللي يخلي فكرة جيتو مو بس خطأ وإنما مأساة كذلك. وهنا راح اسولف عن النقطة القليلة اللي انتبهوا لها بهاي القصة، واللي هي تأثير شخصية توجي فوشيغورو على عقل جيتو. بمهمة حماية ريكو لما ظهر توجي من العدم وقدر يطعن أقوى ساحر بالعالم واللي هو جوجو بدون ما يحسون به أصلا، هذا الحدث كسر آخر شيء كان متمسك به جيتو. يعني تخيل إنسان بدون طاقة ملعونة بدون أي قوة خارقة يقدر يقتل أقوى ساحر بالعالم قدام عيونك، ومو بس يقتله لا يسحقه. جيتو كان واقف وهو مذهول ويشوف توجي قدامه وهو يقول له بأن أنا قتلت جوجو ساتورو أو ساتورو جوجو، وهالشيء ما كان مجرد كلمات طلعت من حلق توجي، وإنما كانت شلون الراجعة على وجه جيتو تقول له بأن أنت غلطان، البشر العاديين مو ضعفاء مو أبرياء، وكذلك يقدرون بأن يكسرونكم أنتم السحرة. من هاي اللحظة فكرة جيتو صارت حقيقة بالنسبة له، الساحر هنا هو مو أعلى، هو كذلك مهدد، والبشر هنا هم مو ضحايا بل هم الخطر الحقيقي. توجي على الرغم من ظهوره البسيط إلا أنه قلب المعادلة بالكامل عند جيتو، تقريبا قلب المعادلة بالقصة كلها. بس عليه بجيتو اللي كان يشوف بأن البشر هم اللي يولدون اللعنات، وهسه كذلك يشوف بأن البشر يقدرون يقتلونه هو وصديقه بدون حاجتهم لطاقة ملعونة. هذا القناعة دخلت جو وبدأت تغذي فكرته لحد ما صارت عقيدة. وأكبر لحظة تغير كانت لما نواجه توجي بشكل مباشر وشاف بنفسه بأن لا قوة ولا طاقة ملعونة ولا تدريب يقدر يوقف إنسان عنده إرادة تدمير قوية. ولأن للأسف جيتو يعيش بعقلية الأبيض والأسود، أخذ هذه التجربة ودفعها لأقصى حد إلها، وقال بأن إذا البشر العاديين قادرين على أن يسوون هيك فلازم يختفون عن وجه العالم. وهنا نوصل للخلاصة والنقطة الفلسفية اللي جوا هذا الصراع كله. هل جيتو كان صح؟ خلينا نترك المشاعر على صفحة ونفكر بمنطق جيتو نفسه. اللعنات تجي من البشر، والسحرة وحدهم اللي يعانون بطرد هاي اللعنات. العالم مليان ظلم، والناس العاديين ما يعرفون حجم التضحية اللي يقدمونها السحرة، والبشر العاديين كذلك قادرين على قتل السحرة اللي هم يحمونهم من اللعنات. لكن هل الحل الوحيد هو أن نبيد كل البشرية ونخلي السحرة بس بهذا العالم؟ الجواب من وجهة نظر المتواضعة بأن جيتو كان فاهم المشكلة لكن اختار أسوأ حل لحلها. هو شاف الألم والخراب وما تحمل بأن يكون جزء من هذا العالم المعطوب، فقرر يهدمه ويبني عالم ثاني. وعلى مود أكون صريح، جيتو بالنسبة لي ما كان شخصية شريرة قد ما هو شخصية مهزومة أو مكسورة من الداخل، مهزوم من فقدانه، مهزوم من إحساسه بأن هو ضحية، مهزوم من رؤية أصدقاء السحرة يموتون، وكذلك مهزوم بأن البشر العاديين ما جاي يفهمون قيمة الروح اللي تروح بسببهم. وكذلك لا ننسى اللي مر بيه جيتو من بعد مهمة حماية ريكو اللي فشلت، هو ما تغير فجأة، بالعكس إذا تتذكرون باللقطة اللي طلع بيها جوجو شايل أمانة ويقول له هل نقتل هاي البشر كلهم؟ هنا جيتو رفض، قال احنا المفروض نحميهم، لكنه مع ذلك استمر بدوره كساحر يحمي البشر الأضعف من عنده لمدة طويلة، أو مثل ما كان يقول هو لما كان يروح بمهمات ببحده فصلوا عن جوجو ما أدري ليش، فكان يروح بمهمات ببحده يلقى اللعنة يطردها ويمتصها، وهذا كان أكثر شيء غاث جيتو نفسه، أو مو غاث، ممكن بسبب لانكسار أو يحسن بأن كرامته جاي تتدمر، لأن هي ما كانت مجرد روح ويبلعها، لا كان يوصف طعمها بأن هي شلون خرقة ممسوح بيها
وانتم كرامه ويبلعها. فانت متخيل اللعبان نفسه كان يمر بيه. وبالنسبه لي النقطه اللي بدت التحول الكلي عند جيتو هي لما راح القريه وشاف بان اهل القريه ذولي حابسين 2 بنات يظنون ان مصدر اللعنات اللي جاي يصير، فهنا فصل عليهم وقال لا خل اقتلهم كلهم. من ذيك اللحظه تحول رسميا جيتو من ساحر الى شخص يريد يبيد البشريه، عمل يخلي بس السحره موجودين. فالسؤال الاخير هو هل جيتو كان على حق؟ والاجابه بان هذا السؤال ما له اجابه ثابته، لان اجابته تختلف من شخص للثاني. شخص يشوف بان هو كان على حق، شخص يشوف بان هو لا. انا اشوف بان وجهه نظري مثل ما قلت قبل شوي بان هو كان فاهم المشكله بس اختار اسوأ حل حلها. بس المؤكد ان هو لو كان عنده قدره تحمل اكبر مثل اللي موجوده عند جوجو، وكذلك لو كان عنده شخص يسمع له وما انترك منعزل يروح بمهمات مبحده، كان من الممكن كلش بان يكون جيتو واحد من افضل السحرة بعالم الجوجيتسو كايزن. ولهنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو اللي أتمنى عجبتكم هاي الفكرة. والصراحة جوجيتسو كايزن طرح ببالي هواي أسئلة أو هواي أفكار، ما أدري إذا أسويهم فيديوهات أو لا، اكتبوا لي بالتعليقات. لكن اللي أعرفه بأن الفترة الجاية أكو محتوى شوية عن جوجيتسو كايزن أو عن أفكار أو أسئلة من هذا العالم، لأن اللعنة به هواي أسئلة. يعني كل شخصية ممكن تقتبس منها أسئلة هواي. عندي نانمي هم أكو فيديو أو فكرة فيديو عنه، وكذلك فكرة فيديو عن توجي هم ما أدري إذا أسويها أو لا. لكن أكثر فكرة عجبتني وقلت أن لازم أسويها هي فكرة هذا الفيديو. فأنتم شاركوني رأيكم بالتعليقات. شنو رأيكم بخطة جيتو بالعالم بأن يخليه خالي من البشر العاديين وبس السحرة موجودين؟ فإي لهنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. لا تنسى إذا عجبك اللايك والاشتراك. كان معكم ماجني. سلام أو بيس أو أديوس.